الحمد لله رب العالمين، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، ونصلي ونسلم على خير البرية وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقد سألني سائل: ما رأيك فيما حدث في العراق أخيرا من قتل زعيم كبير من زعماء الشيعة؟ قلت: كل إناء بما فيه ينضح، وأنه لا ينتظر من الأعداء غير ذلك. إنهم لا يعبؤون بالمدنيين ولا بعلماء الدين ولا بالأماكن المقدسة في ديار المسلمين، كل ذلك لا حساب له عند أعدائنا وأعداء الله عز وجل. ولا يراد من تلك الأحداث إلا إيقاع فتنة بين المسلمين حتى تقوم حرب أهلية هناك. يعني هم يشعلوا النار، وبعد النار ما تشتعل وتتأجج يظهروا هم بمظهر الذين يطفئون هذه النار. تقوم معركة ومعارك كتيرة بين المسلمين بعضهم وبعض هناك في أرض العراق، وبعدين يتدخل الأمريكيين وغير الأمريكيين عشان يظهروا أن هم اللي بيطفوا النار، مع أنهم هم الذين يشعلونها، على حسب المثل الذي تعرفونه: يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هذا هو ملخص مثل هذه الأوضاع. والبعض قد يتهم أهل السنة أو يتهم ناس من أتباع صدام أو أتباع فلان، كل ذلك لإيقاع الفتنة. وحتى لو كان القتلة لهذا الرجل من العرب، فإن هؤلاء القتلة لا شك أنهم عملاء للأعداء، ينفذون مخططاتهم ومآربهم بسبب أموال يتقاضونها، الثمن أموال يتقاضونها بالدولارات، ليبيعوا أوطانهم ويبيعوا أهلهم وعشائرهم. والذي يتقاضى تلك الأموال على استعداد لأن يبيع وطنه ويبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع عرضه ويبيع كل شيء ما دام المال أصبح هدفا أساسيا عنده. ففي سبيل المال تمتخن جميع الكرامات، وعلى المسلمين أن يستنقذوا لما يعمله الأعداء معهم ويدبروه، لئلا تقع الفتنة بينهم، والفتنة أشد من القتل. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم فرج كربنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير الإسلام ونصرة المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.